في أيام بتحس إنك تعبت. آه مش تعبت شوية، لأ أنت تعبت من كل حاجة. ضغط ودراسة، أو مسؤوليات. فبتسأل، هو ليه حياتي صعبة كده؟ يعني في حاجة غلط في حياتي. في سورة البلد، الآية الكريمة بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني دايما الإنسان هيكون في تعب، بس الميزة إن أنت لما بتتعب وأنت في طريق ربنا، التعب ده ما بيروحش كده في الفاضي، ما بيروحش كده في الضياع. الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله بها خطاياه. يعني مفيش أي تعب حتى ولو صغير بيصيبك إلا ربنا بيكفر بيه ذنب عندك. الحقيقة دي بتثبت عندك مفهوم إنه التعب جزء من الطريق، لكن ما هوش النهاية. والرحمة والرأفة إنه بيتكفر بيه الذنب عن كل تعب بنتعبه.